السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد إن شاء الله يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم واحد الخبيزات ديال الدار بالزريعة، الصراحة كيجيو زوينين وكيجيو رائعين جدا. ودابا غادي نبداو على بركة الله. عندنا هنا الطحين العادي، عندنا طحين الفينو اللي هو هذا كما كتشوفوا المدافي، عندي معلقه ديال السكر سنيده، عندي معلقه ديال الخميره، معلقه ديال الزيت البلديه، وعندي كذلك الملحه، وعندي الزرارع باش غادي نقرص. نتوما كيمكن لكم ديروا اللي بغى يدير الطحين ديال الطحين كامل بالنخاله كيمكن له يديروا. المهم انا هاد الطحين هو اللي موجود عندي في البيت. ودابا غادي نبداو على بركه الله. كنبداو بالخميره هي الاولى بحال ديما، كنضيفوا لها شويه ديال السكر سنيده، وكنضيفوا لها كذلك الماء، وكنخليوها حتى كيتضاعف الحجم ديالها. والان كناخذوا الطحين كنضيفوا له طحين الفينو، كنضيفوا كذلك الملحه، معلقه الزيت، والمعلقه ديال السنيده اللي استعملنا نصها مع الخميره، كذلك الخميره اللي ضفنا لها الماء باش تضاعف الحجم ديالها، والمدافي كنضيفو عينا مزيانه في الماء. ودابا غادي نبداو نعجنو. كتشوفوا هاد العجينه ديالنا بعد ما عجناها كنضيفوا لها شويه طحين من الفوق، وكنخليوها حتى كتخمر. كنديروا لها بلاستيكه بحال هادي باش كتخمر مزيان، وكنغطيوها بشي منديل، وكنخليوها حتى تتخمر، ومن بعد نرجعوا نكملوا. كما كتشوفوا ها العجينه ديالنا بعد ما خمرات، دابا غادي نبداو نصنعوا منها كويرات. كنحتاجوا هنا الزيت والماء والزريعه باش غادي نقرصوا. ودابا غادي نبداو على بركه الله. دابا كما كتشوفوا غادي نبداو نصنعوا كويرات بالعجينه ديالنا. كندهنوا يدينا بالزيت، وكناخذوا العجينه هكا، وكنصنعوا منها كويرات صغار كما كتشوفوا. بعد كنديروهم في الماء، ومن بعد كنديروهم في الزريعه كما كتشوفوا هكا. ومن بعد كنستفوهم في الطاوه. ونعاود معكم واحده اخرى. بحال ديما الماء، ومن بعد الزريعه. كديروا الزريعه اللي بغيتو نتوما، اللي الزريعه اللي عندكم، ماشي ضروري بحال ما هكا كما كتشوفوا. شوف كيفاش كيجي.
الماء بحال دائما. من بعد كنستمروا هكا حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. شوفوا الخبيزات بعد ما خمروا لينا، دابا كناخذوا شي سكين. المهم انا كندير لهم بحال ما هكا، كنشرطهم شويه. ومن بعد كيكون عندي الماء في سميتو، كنستعمل الماء باش كنرشهم شويه بحال ما هكا، راه غير الماء بوحدو باش كيتحمروا لينا وصافي. ودابا بعد ما خبروا غندخلهم الفران اللي هو سخون، سخنته من قبل، وكتردوا معاهم البال لانهم دغيا كيطيبوا. ودابا غندخلهم الفران. الخبز ديالنا بعد ما طاب الصراحه راه كيجي رائع كما كتشوفوا. صراحه راه كيجي زوين. نقطع معكم شي وحده. هانتوما ما شاء الله. كنتمنىكم تجربوا هاد الطريقه، والله الصراحه الا راه جا زوين بزاف. نتمنىكم تجربوا هاد الطريقه وتعجبكم ان شاء الله يا رب. والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله يا رب، ومع السلامه جميعا. شكرا لكم.